تعالي يا اختي انت وهي نعمل الزبده في البيت بطريقه سهله جدا. بكوبايه حليب هتعملي كميه كبيره من الزبده. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هقول لك على الطريقه المظبوطه. طبعا ده ترند الزبده بقى، كل القنوات عاملاه، والفيديو ده طبعا اجنبي، بس القنوات كلها خدته يعني وعملته، بس بصراحه عملوا الطريقه غلط جدا. انا جربت الطريقه المقادير بتاعتهم طلعت معايا وحشه جدا. هقول لك على الطريقه المظبوطه بتاعت الزبده في البيت. بكوبايه زبده زي ما انتم شايفين، وكوبايه الا ربع لبن، نفس معيار الكوبايه هي. وهاخد نص كوبايه زيت بس. اول حاجه هنضرب اللبن كوبايه الا ربع لبن في الخلاط حوالي دقيقتين كده، يعني دقيقتين تلاتة. شغلي وافصلي شغلي وافصلي. هيبقى عامل زي الفوم كده من على الوش كده زي ما انتم شايفين اهوت. دي كوبايه الا ربع لبن. هنحط عليها كوبايه زبده. طبعا الزبده انت بتجيبيها بتسيحيها على النار، بتسيبيها لما تبرد تماما تماما. ما ينفعش تشتغلي بيها وهي سخنه. ضفتها على طول على اللبن. ضفت كمان معلقه كبيره خل، ونص ليمونه، نص عصير ليمون. ميبقاش فيه الطفل بتاع الليمون ولا فيه بذر ولا اي حاجه. نص ليمونه كده بتصفيها في قلب مصفى كده وتعصريها كويس قوي، نص ليمونه كبيره. هشغل طبعا الخلاط كمان دقيقتين كمان كده يتضرب معايا كويس جدا. عايزه اقولك كمان انا حطيت رشه بسيطه من الملح. المقادير سهله وبسيطه، بس المهم ان انت تعمليها صح. هنضيف نص كوبايه زيت. لو كترت الزيت اكتر من كده بصوا بقى، مش هتطلع معاكي حلو خالص. هتطلع معاكي الزبده مريمه كده من على الوش، عامله ريم من على الوش لما تيجي تسيحيها او تعملي بيها اي حاجه، وما بتبقاش حلوه خالص. كل الفيديوهات عاملين مقادير كوبايه وكوبايه وكوبايه. انا بقولك على المقادير المظبوطه، وده القوام بتاع المظبوط. ضربنا الزيت مع بقيه المكونات بالشكل دوت دقيقتين كمان، بقى معايا هو ده القوام المظبوط. لو زودنا الزيت اكتر من كده هتبص تلاقي الزبده بتاعتك مش حلوه خالص. جبت اي قالب عندك كده بالحجم دوت او قالب طويل، آه، وحطيت كيس كده بتاع التلاجة فتحته نصين، وابدا انزل بالخليط كله بالشكل دوت، وبتسيبيها في التلاجة حوالي 6 ساعات، في الفريزر 6 ساعات بالظبط. وبتطلعيها 5 دقايق تهدى شويه، تبداي تقطعيها. هوريكي ازاي. بصوا انا فوضت حوالي نص كوبايه زيت اهيت، انا ما خدتش الكوبايه كلها. ودي المقادير اللي هتطلع معاكي الزبده بالظبط مظبوطه وبتطلع حلوه جدا. ما تزوديش عن كده. كوبايه الا ربع لبن، هي معيار كوبايه بتعايري بيه المقادير كلها. وكوبايه زبده مليانه بنسيحها على النار، سيبها تبرد تماما نشتغل بيها. بتحطها على النار يعني هاديه خالص كده، بص تلاقيها ساحت معاكي. بص بعد ما طلعتها من الفريزر وسبتها بره حوالي 5 دقايق كده، 6 ساعات في الفريزر زي ما بقول لكم، وهقلبها بالشكل دوت، وهيطلع معايا القالب بالشكل ده. حطينا كمان رشه ملح في الخلاط، وحطينا معلقه كبيره خل، وحطينا كمان نص عصير ليمونه كبيره، ونزلنا عليهم بنص كوبايه الزيت زي ما بقول لكم. ضربنا كله كويس جدا. وهي دي المقادير المظبوطه يا جماعه، ما تعمليش اي مقدار تاني، هو ده المقدار المظبوط. لو اشتغلتوا بمعيار الكوبايات اللي كلها تبقى موحده، كوبايه زبده او كوبايه زيت او كوبايه لبن كله مع بعضه، بتطلع معاكي الزبده مش حلوه خالص، لان انا جربتها بصراحه وطلعت معايا مش حلوه جدا. بصوا الزبده اهيت بعد ما قطعتها. وعايزه اقولك مش بتدي كميه كبيره ولا اي حاجه زي ما هما بيقولوا في الفيديوهات، اللي يقولك بتطلع كيلو واللي يقولك 2 كيلو واللي يقولك الكلام ده. بصراحه يعني كل دوت كدب. يعني ده نقول حوالي، لو طلع 600 جرام يعني نص كيلو 100 جرام، لو طلع 600 جرام يبقى حلو جدا جدا. هي اقتصاديه بس مش قوي يعني، مش اللي هي يعني ان انت تقدري تعمليها على طول، بس انت جربي بنفسك وشوفي. استعملي بس المقادير اللي انا قلت لك عليها، هتطلع معاكي ناجحه مليون في الميه. انا طبعا لازم اوريكم الزبده وهي بتتسيح على النار. حابه طبعا لونها يبقى اصفر من كده، هتحطي في الخلاط نقطتين كده من اللون الاصفر مع بقيه المكونات، وكله هيتضرب مع بعضه كده وهيديك اللون الاصفر بتاع الزبده بتاع النوزيلاندي. يعني الزبده اللي انا استخدمتها طبعا النوزيلاندي عشان تطلع معاكي ايه حلوه. بص اهي دي الزبده وانا بسيحها على نار هاديه خالص اهيت، خدت منها مكعب كده بعد ما قطعتها. بصوا زبده صافيه اهيت ما عليهاش ريم من على الوش. لو عملت المقادير التانية بتاعت الفيديوهات التانية هيبقى عليها كميه ريم فظيعه، مبتبقاش حلوه خالص. كمان طعمها بيبقى مغير. وكمان انا حطيت رشه ملح عشان لو حابه تستخدميها في الحلويات تنفع طبعا، تعملي بيها كمان حلويات. فما تكتريش الملح، هي دوبك رشه بسيطه من الملح على المقدار بتاعنا دوت.
شايفين بقى زبده خالص اهي، لان المقدار كده مظبوط جدا جدا. تمام. انا طبعا بعمل وصفه بجربها الاول، بعملها، بطلعها بنزلها لكم فيديو طبعا. لو مش حلوه بعدل فيها وبظبطها وبنزلها لكم. طبعا انا عملت لكم، انا شفت الترند بتاع الزبده بصراحه يعني فيديو اجنبي فعجبني وكده، فانا عدلت فيه بالشكل دوت وقلت لكم المقادير المظبوطه. حطيها بقى، رجعها في العلبه تاني واستخدميها بقى زي ما انت عايزه، وغطيها بستريتش بس لازم طبعا يعني لو تستخدمي حاجه بسيطه في علبه صغيره كده، ولو بقيت الكميه يفضل طبعا تشيليها في الفريزر. يعني الفيديو بصراحة حلو بس مش اللي هو يعني الواحد يفضل يعملها على طول. نظر طبعا هي الزبدة النيوزيلندي غليت جدا وكل حاجة، بس بصراحة يعني مش هتطلع لك كمية كبيرة زي ما أي حد متوقع، أو زي ما بيكتبوا لك على عناوين الفيديوهات بتطلع كمية كبيرة وكده والكلام من ده. طبعا الكلام ده مش حقيقي خالص. أنا جربت اهوت قدامكم وعملتها لكم كمان، لأن أنا عندي متابعين حابين يعرفوا طبعا الحقيقة، وده ترند زي ما بقول لكم شغال يعني الايام ديت. فانت جربي الوصفه، عجبتك هتعمليها، ما عجبكيش مش هتجربيها تاني. يعني جربي مش هتخسري حاجه. فالمقادير بتاعتنا زي ما بقول لكم سهله وبسيطه جدا، وهكتبها لكم في الكومنتات طبعا تحت، في على الفيديو يعني. واشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه. وزي ما بقول لكم عايزين لون اكتر من كده، زودي نقطتين في المقادير في الخلاط لون اصفر بتاع طعام صحي، هيديك اللون الاصفر. الزبده اللي انا استخدمتها النيوزيلندي. تمام. حابه تستخدمي اي حاجه تانية استخدميها طبعا، بتنفع برضو مش هتقول لا. يلا اشوفك في فيديو جديد، سلام عليكم.